عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات نادية ديزاد. في هذه الحراره وفي هذا الموسم اصلا تاع الصيف نحوسوا فقط على الوصفات السهله اللي بنخاف نطيبوهم، ما نبقاوش واقفين معاهم بزاف في المطبخ. واليوم خيرت لكم واحده من هذه الوصفات واللي هي اقتصاديه جدا، ما فيها لا لحم لا دجاج لا بيض، ما فيها ولا حاجه، بطاطا وبصل. كما راكم تشوفوا راني نظفت البطاطا، راح نقطعها على 4، نديرها في الماء غالي والملح ونخليها تغلي. اما البصله نقطعها اون بتي دي ونقليها في الزبده ولا في الزيت. خليكم معايا ندير البطاطا تاعي تغلي ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا راني محمرت البصل نتاعي والبطاطا راهي على جهه تغلي. ما بغيتش نصور في الاول لاجل الصوت المزعج تاع لا كوكوط، لكن قلت معليش لازم البنات يشوفوا البصل كيفاش ذبال. هذيك البطاطا تاعي غلات، راح نمرسها غير هكا بالفرشيطه، ولا اللي عنده هذيك تاع البطاطا نورمال يمرس بيها. حتى البصل تاعي راه واجد. نضيف البصل شويه ملح، فلفل اسود والبابريكا. نخلط الكل مع بعض. نجيب مقله ما تلصقش، ندير فيها شويه زيت ونحطها فوق النار تسخن. هنا بعد ما سخنت نحط البطاطا نتاعي هكذا. ونسويها على شكل الخبزه. ونخليها حتى تحمر من تحت ونقلبها. وهي الوصفه نتاعي جاهزه، واسهل من هكا ما رايحينش تصيبوا. حبيباتي ان شاء الله الوصفه تاعي اليوم تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. وهذه خصيصا للبنات اللي قالوا اعطينا وصفات سهله وسريعه. والى وصفه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والتعليق، والبنات اللي مازال مشتركوش في القناه نقولوا مشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.